السلام عليكم. لكل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يا ريت يكمل معايا الفيديو للاخر لان الفيديو فيه كلام مهم جدا. تابعوا معايا الفيديو. الاعلاميه الجميله علا شوشه استضافت في حلقه امبارح محامي الجاني يوسف ايمن احمد حمد، وهو صرح تصريحات غريبه جدا الحقيقه. اول تصريح فيهم ان الجاني يوسف ايمن ده مريض نفسيا. فالاعلاميه الجميله جدا والشاطره جدا علا شوشه سالته سؤال مهم جدا وقالت له ايه معطياتك على انه مريض نفسيا؟ علشان اكل من الجثه يعني. رد عليها وقال لها وعلشان كمان القدرة النفسية على تنظيف الطفل بهذه الطريقة. فردت عليه بجملة عجبتني قوي الحقيقة، وقالت له ما هو القتلة كلهم بيعملوا كده وكل قاتل عنده القدرة على كده. هو صرح كمان وقال في النهاية لو اتأكدت ان التقارير كلها سليمة وان المتهم سليم وما فيهوش اي حاجة هيعاقب، وانا مش هجيب شاهد زور علشان يقول ما حصلش ولا هختلق واقعه علشان يخفف الحكم عليه. وكمان صرح وقال انا دوري ان اوصل الحقيقة للناس، وكمان دوري ان انا اوصل الحقيقة للقضاء والرأي العام. وهو قال كمان وما الحكم الا لله، الحكم ده بتاع ربنا، ولو اتضح وثبت ليا ان المتهم يوسف ايمن ده مريض نفسيا انا هطعن في الحكم لان دوري هو كشف الحقيقه. وكمان بيقول كلام غريب جدا، بيقول انا عملت حاجه لم تحدث في تاريخ القضاء المصري من قبل، ان تقارير مستشفى العباسيه بتقول على القاتل انه سليم وانا طلعته براءه. وكمان بيوضح وبيقول انا دوري هو كشف الحقيقه وان المتهم ينال محاكمه عادله، ولازم علشان ينال المحاكمه العادله لازم وجود محامي. فردت عليه وقالت له هو وجود المحامي بشكل عام مش وجود الدكتور احمد حمد بشكل خاص. وقال لها كمان انه بيسعى علشان يظهر الحق وهو كمان بيتحارب علشان خاطر هو بيعمل كده. اما التصريح التاني والخطير جدا وبيقول الكلام ده على مسؤوليتي هو ان اليوسف الجاني حاول انقاذ محمد قبل ما يعمل فيه الطريقه البشعه دي. هو قال ان المتهم حصل ما بينه وما بين محمد مشاجره، وبعد المشاجره دي يوسف جاب الشاكوش وضربه على رقبته فمحمد وقع واغمى عليه. فعلشان يفوق محمد ويحاول انقاذه جاب ميه وكبها على محمد علشان يفوق. لما محمد ما فاقش حاول انه ينقذه واتصل بالاسعاف، وقبل ما يتصل بالاسعاف فكر ان الاسعاف هتجيب معاها الشرطه، فهو قلق جدا من الموضوع ده. فكر بدل ما ينقذ محمد وانه يطلب له الاسعاف انه ازاي يخفي الجريمه دي عن طريق فيلم ديكاستر اللي اتفرج عليه وحاول يقلده. فطبعا السؤال المهم هنا واللي قالته الاعلاميه الجميله علا شوشه، قالت له طب ازاي بعد كل اللي حضرتك بتقوله ده ويبقى انسان مريض نفسيا او مجنون؟ ده هو كده فكر وخطط ودبر. طبعا تصريحات المحامي احمد حمد كانت غريبه جدا وخطيره جدا وكمان مستفزه للراي العام. المحامي عبد الله وطني سمع التصريحات اللي قالها احمد حمد وقال له انا مش هدخلك الاسماعيليه تاني يا احمد يا حمد، ومش هخليك تترافع في القضيه دي تاني لان الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش عارف انت مستفاد منه ايه. وكمان بيرد على المحامي احمد حمد وبيقول له اتقي الله لان يوسف مثل الجريمه مرتين، فازاي انسان مريض نفسيا هيفتكر انه يمثل الجريمه مرتين؟ وكمان المحامي عبد الله وطني صرح وقال انا صلت بالقضيه محامي اخوات يوسف وصفاتهم شاهد اثبات الواقعه، لان يوسف مثل الجريمه مرتين وفي كل مره كان بيقول روايه مختلفه عن الثانيه. فكمان بيقول انا كنت مع اخوات يوسف في النيابه وشهدوا ضد يوسف وابوه، وبيقول انا بطالب بالقصاص العاجل والعادل باعدام المتهم يوسف. وكمان بيقول ان المحامي ده لا ينتمي لنقابه المحاميين باي صله، هو معاه كارنيه المحاماه وكمان حضر النيابه، لكن كلامه وطريقته واسلوبه لا يمت للمحاماه باي شيء. وكمان بيقول هو طالع علشان يعمل شو ويعمل نسبه مشاهده ويحقق ارباح ماليه على حساب الموضوع ده. وبيقول له انا ومحاميين الاسماعيليه كلهم مش هندخلك الاسماعيليه تاني. انت بتدافع عن ايه ومستفاد ايه؟ ده المتهم مثل الجريمه واعترف على نفسه. وكمان بيقول له انا هقدم فيك شكوى في النيابه العامه وفي نقابه المحاميين على الكلام اللي انت بتقوله، لان المحاماه رساله وانت لا تنتمي للمحاماه باي صله. ففي القضيه دي يعتبر فيه 3 متهمين، يوسف وهو قام بالجريمه كلها لوحده، وصاحب التليفونات اللي يوسف راح باع عنده التليفون، وباباه لانه اتستر عليه. كمان بيقول وانا شفت بعناية الشرطه والنيابه مطبقين ال 24 ساعه وشايفين شغلهم على اكمل وجه. وفي اخر الفيديو ده احب اقول واوجه رساله لكل ام وكل اب، يا ريت تاخدوا بالكم جدا من اولادكم في التليفون، وده طبيعي جدا في السن وده طبيعي جدا في الفتره اللي احنا فيها دي. لازم تراقبوا التليفونات كويس جدا، مش لازم تسيبوهم ابدا في الفتره دي، ولازم تصاحبوهم علشان يقدروا يحكوا لكم على كل حاجه هم بيعملوها. وطبعا ربنا يصبر والده ووالد محمد على فقدهم لمحمد. ولو وصلتوا معايا للدقيقه دي من الفيديو احب اشكر حضراتكم جدا على متابعه الفيديو، واتمنى من حضراتكم تشاركوني رايكم بالكومنتات ولايك للفيديو، والسلام عليكم.